لقيت جوزي بيولع النور الصغير اللي يعني ايه لما بنبقى مع بعض فيه بيولعه. فقلت بس انا عارفة طالما هو ولع النور ده هو عايز ايه. فقلت له بقولك ايه، معلش احنا من النهاردة بقى هنطفي النور. قال لي ده ايه ده ان شاء الله، دي حاجة جديدة بقى ولا ايه؟ ما احنا بقالنا سنة متجوزين وعلى طول بولع النور الصغير ده، يعني مش النور الاوفر ولا حاجة، دي فتفوتة. فقلت له لا معلش بعد كده هنطفي النور. قال لي ايوه ايه انت جايه تتكسفي بعد سنه جواز يعني ولا ايه مش فاهم. قلت له لا بص اعتبرها زي ما تعتبرها، بس بعد كده هنطفي النور. طبعا هو ما كانش فاهم انا بطلب منه نطفي النور ليه، بس انا يعني التخطيط بتاعي انه لازم نطفي النور. فقال لي بقولك ايه، احنا هنقعد نضيع الوقت في مجادلة واطفي النور وولع النور ومش عارفة ايه؟ انتي شكل دماغك تعبت، في حاجة غلط في دماغك. ماشي ماشي، وراح طفي النور. المهم طفى النور والدنيا عدت على خير. بعديها يعني بنفس الواقعة كده حصل نفس الشيء، فبرضك طلبت منه يطفي النور. فقال لي لا بقى انا عايزه افهم ايه حكايه طفي النور معاكي. قلت له معرفش والله، هي بقت الدنيا طالبه معايا ان احنا نطفي النور. فقال لي في ايه يا بنتي، هو انا ببقى نايم معاكي ولا انتي بتنزلي تحت السرير تستخبي وبتطلعي لي حد تاني غيرك فوق السرير؟ في ايه يا حبيبتي مالك، ما تفهميني ايه حكايه طفي النور ده. قلت له لا معرفش والله، بس هو بقى احساس داخلي كده ان انا عايزه اطفي النور. انا ما بقتش عارفه ارد عليه اقول له ايه. المهم بقى باصص لي كده وهو برضو مش فاهم ومش عارف يجيبني سكه يعني، وفي الاخر راح ساكت. عدى على الحوار ده، فضلت طبعا طول الوقت طفي النور طفي النور، مع انه كان بالنسبه لي حوار ان احنا نبقى منورين النور عادي جدا. 3 شهور لحد ما لقيت نفسي حامل. فقلت يا فرج الله يا فرج الله. فطبعا جه لما عرف حامل ازاي وانا عامل حسابي، وانا قلتلك مش عايز حمل، انتي بتخونيني، انتي الحمل ده مش مني. وقلب الدنيا. قلت له يعني ايه بخونك ويعني ايه الهبل ده، ايه الهبل ده؟ قلت له لا طبعا هخونك ازاي. قال لي امال الحمل ده منين يا حلوه، انا عامل حسابي كويس ومركز في الموضوع ده كويس وبعمل احتياطاتي. هو طبعا ما عندوش ثقة في حوار ان انا اخد برشام منع الحمل او احط وسيلة ما، لان هو بيسمع كتير قوي ان بيحصل حمل عليهم، وانا علشان نفسي اخلف فقالك ايه ممكن اخدعه واغشه ويحصل حمل، اللي هو اصلي ما خدتش البرشامه فحصل حمل وبتاع. فبقى هو اللي بيعمل احتياطه وبيستخدم واقي وكده. فانا جيت بعد سنه اللي هو وبعدين انا عايزه اخلف، انا هعمل ايه في الليله دي، ما انا نفسي اخلف. فما لقيتش قدامي طريقه غير ان انا لازم افسد له خطته. مش انت عامل فيها ناصح وانت اللي بتستخدم الحاجات دي علشان تبقى واثق، طبعا بيجيب انواع من بره وعامل احتياطات يعني. طب انا عايزه اخلف، ده كاره حوار الخلفه بطريقه غريبه، انا مش عايزه اخلف واتكلمنا كذا مره، مش دلوقتي بعدين. ففي ايه طب فهمني، ما بتخلفش عرفني. فعملت الخطوة اللي كان لازم اعملها،
وقلت لازم احطه قدام الامر الواقع. فرحت ماسكه الواقي بتاعه ورحت ايه خرمته. فطبعا بما انه حريص جدا وممكن يشك او يلاحظ، فعلشان كده بقيت اقول له اطفي النور عشان لا يلاحظ ولا ياخد باله ولا الحاجات دي كلها. وفعلا عدينا ال3 شهور دول ولا حس باي حاجة خالص لحد ما ربنا كرمني بالحمل وحصل الحمل. وطبعا قامت الخناقة دي كلها اللي هو انت ازاي عملتي كده وده مش ابني ومش عارفة ايه. قلت له مش ابنك ازاي، اكيد البتاع اللي انت بتستخدمه ده اتقطع او حاجة حصلت اكيد باظ. فبقيت طبعا بقى انا خلاص الدنيا بقت معايا بيس وحصل الحمل وكله تمام. فقلت له اكيد اتقطع علشان احنا مش واخدين بالنا والدنيا كانت ضلمه. قعد يقول لي ما انت اللي بتطفي النور، انا ببقى مركز وواخد بالي ومعرفش ايه والحكايه والروايه. فبقينا طبعا رجع بقى يفتح النور بعد كده. وطبعا انا كنت عامله برضو نفس القصه دي. خد باله بقى ان في حاجه غلط بتحصل. ايه هي؟ هو مش مستوعب قوي لحد ما ربنا كرمني الحمد لله وتميت الحمل على خير. بس طبعا طول الفتره بتاعت الحمل دي وهو لا طايقني ولا طايق البيت ولا طايق الحمل، وخدي بعضك وروحي عند اهلك لحد ما تفقسي، اتكلي على الله انا كده كده مش عايزه اشوف وشك. فقلت يا بنت ايه، هو اول مولد ويشوف البيبي اكيد احساسه ده كله هيتغير والدنيا هتبقى زي الفل. رحت اخده بعضي فعلا وقلت خديها من قصرها كده واقصري الشر. ورحت قاعده عند مامتي واختي اصغر مني ب2 لسه ما اتجوزتش يعني، وبقوا هما الاتنين واخدين بالهم مني والدنيا تمام وزي الفل مفيش حاجه. انه يسأل بقى يجي يتابع معايا عند الدكتور ولا حياة لمن تنادي. فين وفين لما انا اكلمه، فين وفين لما اتحايل عليه وحشتني تعالى شوفه، طب تعالى خرجني، لا انا مش همشي جنبك وانت عامله كده، وحوارات من هذا النوع. المهم عديت فترة الحمل كلها وانا في شبه اكتئاب من اللي هو بيعمله، بس كان عندي امل ان انا اول ما اخلف خلاص بقى الدنيا ايه هيشوف البيبي فالدنيا هتتغير خالص. وفعلا انا خلفت من هنا وده ركبه 60 عفريت، مع اني جبت له ولد زي القمر وزي الفل والحمد لله كله حلو يعني مفيش حاجة. فرجعت بقى البيت خلاص بقى انا هقعد ايه تاني عند ماما. فرجعت بيتي بعد ما خلفت بقى بحوالي 3 شهور. انا كانت اختي جايالي كان في حوار تطعيمات وبدون دخول في التفاصيل يعني اختي جاتلي، فقاعده انا وهي بتقولي ان شاء الله تكوني هديتي وارتحتي دلوقتي لما خلفتي. فقلت لها طبعا الحمد لله، انا كنت هتجنن وعايزه اخلف، انا كنت هخلف امتى وانا مش فاهمه كان ايه اللي في دماغه. فقالت لي الحمد لله احمدي ربنا بقى ان خطتك عدت بسلام، وسكتنا على كده. فقلت لها يا ستي الحمد لله، ده هو لحد دلوقتي لا طايقني ولا طايق الواد. انا مش عارفه زي ما كنت بطفي النور وبجيب راجل غيره وبتاع، ده دماغه اتهبلت لحد دلوقتي عمال يفتكر في الحوار ده وايه اللي حصل وايه اللي جرى والحمل تم ازاي وحوارات كتيرة جدا. المهم اتابي البيه بقى كان جه من بره وسمع القصة، فانا ايه عاملة بقى ان احنا فتحنا الحوار وقعدنا ندردش
ما هو اللي كان مانعني، قلت له استخدم حاجة ما كانش واثق فيا، وكان عارف ان انا عايزة اخلف، فما كانش قدامي حل غير ان انا اعمل له كده. مش هو عامل فيها ناصح وبيستخدم واقي واخد احتياطاته؟ طب البس بقى انت والاحتياطات بتاعتك اهو. فقالت لي يا بنتي ما انتي برضو ايه، قعدت بقى اللي هو ايه تنصحني، اديكي شفتي اهو، اديكي خلفتي، ولا هو اتغير بعد ما خلفتي؟ ما هو مش طايق نفسه ومش طايق الواد ولا طايقك، والدنيا مش احسن حاجة. فعرف الخطة اللي انا عملتها، زاد فيها بقى. هو طبعا ما كانش بيكلمني، فما كلمنيش اليوم ده خالص، وفضل قاعد بره عادي. احنا خرجنا لقيناه موجود بره، وقال ان هو لسه جاي وعادي جدا، ولا حسسنا ان هو سمع حاجة ولا الكلام ده كله. اختي فضلت قاعدة معاها وبعدين مشيت، وهو ولا الهوا ولا اتكلم. فين وفين بقى، هو كده كده اصلا بيعاملنا زي الزفت، فاللي هو هيبقى زفت ايه اكتر من الزفت اللي انا فيه. فالولد لا بيطف في وشه، ولا زيه زي اي اب كده لما بيخلف، ولا بيدلعه ولا بيلعبه، بيعيط يسيبه يتفلق. تعالي شوفي الزن اللي احنا عايشين فيه ده، ايه القرف ده؟ ومن يومها وهو بينام في اوضه تانية واحنا بننام في اوضه تانية، ولا لمسني اصلا من ساعه ما خلفته، ولا جه جنبي، لحد ما جه قال لي بصي بقى انا عرفت الخطه اللي انت عملتيها كلها والحاجات اللطيفه اللي انت عملتيها دي، وسمعتك من الاخر انت واختك وانتوا قاعدين بقى ايه بتتناقشوا في القصه وبتاع، انت كده مبسوطه. وراح حالف بقى، طبعا هو ما كانش بيجي جنبي، وراح حالف 100 يمين ان احنا هنفضل عايشين كده زي الاخوات، وارضي بقى بنصيبك. وهو ده اللي عندي، مش انتي بتعرفي تخططي وبتعرفي تعملي تخطيطات وبتاع؟ طب البسي بقى واشربي. انا قلتلك مش عايز، انتي اللي دبستيني ليه. ومن يومها مش بقى اسوأ بقى من الاول، بقينا عاملين زي الضيوف اللي في البيت. انا كده 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 من ساعة ما خلفت ومن قبل ما اخلف، كل واحد عايش حياته مع نفسه، بيجي ياكل لوحده، بيشرب لوحده، بينام لوحده، مفيش اي صيغة تفاهم ما بينا، ولا اي كلام بيدور بينا، ولا اي خروج، ولا اي حاجة خالص. طلبات البيت وهو ده اللي ليكي عندي وبس خلاص. طب انا عملت ايه غلط عشان اتعاقب عليه؟ انا مش عارفة. طب ليه بيعمل الفيلم ده كله؟ برضو انا مش عارفة. وفي نفس الوقت انا عايزة اربي ابني بيني وما بينه، مش عايزة اتطلق. فالوضع اللي انا فيه ده اراضيه ازاي، ولا اعمل ايه، ولا اتصرف مع واحد بالتفكير ده اعمل معاه ايه؟